السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ صباح العسل وصباح الورد والياسمين على قلوبكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض حلو سريع. بلح الشام. زي ما انتوا شايفين احنا حطينا كوباية مية اهي، وكانت حطينا معاها 3 معالق زيت، معلقتين سكر، نص معلقة صغيرة ملح. حطيناهم اهو زي ما انتوا شايفين. نزلنا عليهم لما غلوا بكوبايتين دقيق ومعلقتين نشا. كوبايتين دقيق ومعلقتين نشا اهو زي ما انتوا شايفين معانا. دلوقتي احنا هنضلنا نقلب فيهم كده اهو. نلم العجينه زي ما انتوا شايفين، لازم ايديكوا تبقى فيها. في الاول كده احنا طفينا بقى، في الوقت ده احنا طفينا النار عليه، وهنضلنا نقلب فيها اما تنعم خالص اهو زي ما انتوا شايفين معانا. وهي سخنه لازم تقلبي فيها وهي سخنه كده. طبعا من التقليب هي بتبرد شويه بشويه، بتنزل عليها باول بيضه. مش تقلقي هي بس بتلاقيها في الاول عملت كده ولزجت في ديكي، مش تقلقي منها اهو. لازم ايديكي فيها على طول اهو. هي كانت لسه سخنه برضو اهي. ونزلنا بالبيضه التانية ومعاها شويه، وهنحط كيس فانيليا اهو. مش تقلقي منها، هي بتقطع كده وبعد كده بتلتم. نزلنا بكيس فانيليا عشان برضو زفرة البيض اهو. طريقتها سهله وسريعه، وطبعا الولاد حبوها والله خالص. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. دانكوا اعجنوا فيها كده، مش تقلقوا لما هتلاقوها في الاول كده، وبعد كده هتلتم معاكم وهتبقى كويسه خالص اهي. اهي زي ما انتوا شايفين معانا اهي. نعمت خالص وكانت جميله. طبعا انا دلوقتي كنت حاطط الشربات اهو زي ما انتوا شايفين. نزلت عليها بعد ما الشربات فار كده. طبعا كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، ونص ليمونه، وكيس فانيليا معاها برضه عشان تديها ريحه حلوه اهو. انا كنت شفت الوصفه ديت على النت كده، في واحده فتحت جزازه زي ما انتوا شايفين كده وعملت دي. تعبتني جدا، صعبه خالص لما بتنزل العجينه منها. مش استحملت ان انا اعملها، لقيت مش هتنفع كده. فهوريكم دلوقتي انا عملت بايه. حتى لما كنت عملتها كانت اهي. اني فكرت وعملتها. طبعا لازم نتصرف. هوريكم دلوقتي دي انا كنت عملتهم من الجزازه، من غطا الجزازه كنت فتحته كده من قدام وعملت. بس طبعا كانت متعبة خالص. فزي ما انتوا شايفين معانا انا جبت اللي هي بنطلع بيها البطاطس دي. كنت بحط عليها من العجينة كده اهو اهو، عشان برضو تعمل شكل. وبرضو لازم نتصرف اهو اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. ونلف كده زي ما انتوا شايفين معانا اهو. بتعمل الشكل بتاعها وبتبقى كويسة خالص. وبرضو بنجيب من العجينة اهي، بفرد بروح جايه عاملاها على طول بتاخد الشكل اهو اهو. كانت جميلة. لازم نتصرف برضو يا جماعة واحنا بنعلم بعض. مش كان هدايا الكيس اللي هو بتاع التشكيل ده، بتاع الكريمة وبتاع الحلويات دي، مش كان عندي، فلازم نتصرف اهو. عملتها كانت تحفة والله، والولاد انبسطوا منها خالص. وعملنا من الشكل ده اهو اهو. شكلت معايا تشكيلة حلوة. لازم نتصرف ونفرح الولاد، مش نقف على اي حاجة يعني اهو. دلوقتي هتتحمر معانا وهوريها لكم اهي. كانت جميلة والله. دلوقتي كوبايتين يعني الحاجات اللي انت حاططيها هي بيضتين، كيس فانيليا، معلقتين نشا، كوبايتين دقيق. يعني الحكاية كلها عملت لنا كمية ممتازة. غير ما دلوقتي انت شوفي بتروحي تشتري بلح الشام. لو جبتي يعني بيبقى غالي شوية، فما بتعمليه في البيت طبعا انت ضمناه افضل اهو. والله يا جماعة كان تحفة تحفة. جربوه مش هتندموا. عملته مش خد حاجة، انت بتخلصي العجينة على طول وبتبدأي تعملي. والنار بتاع الزيت طبعا لازم يبقى على البارد كده، يا دوب كده تحطيه مش يسخن خالص. لازم يبقى على البارد كده. وطبعا الشربات انا كنت طلعته قبلها بكتير وكان بارد. بتطلعي بلح الشام اهو سخن والشربات بارد اهو زي ما انتوا شايفين معانا
كان متشكل برضو وعلى جدنا كده، يعني مش بنقولكم ان احنا عاملين زي آه على جد ما عرفنا كده. طبعا فرحنا ولاده وعمل كمية كبيرة. دي كانت اول كمية اهي، وهوريها لكم دلوقتي برضو اهو زي ما انتوا شايفين معانا. دي الكمية الاولانية اهو، فتحت لكم واحدة اهي وانا كنت لسه مش خلصت الكمية. شوفوا يا جماعة، كانت تحفة تحفة والله، كان والله من غير مبالغة كانت جميلة. وشوفوا قلبها عامل ازاي، وطبعا كانت ناشفة من بره خالص، ومن جوه شرب العسل كان تحفة. دي الكمية التانية وهفتحها لكم برضو هتشوفوها، كانت جميلة والله ولازم تعملوها. وزيت بارد، وكان شرب العسل بتاعها كانت سخنة لسه، وانا حطيتها في العسل على طول طلعتها كانت جميلة. وشوفوا ناشفة من بره خالص اهي، وشاربة العسل وكانت جميلة. جربوها وفرحوا الولاد، هتعجبكم. شفتوا شاربة العسل خالص كانت جميلة. جربوها مش هتندموا والله العظيم من غير مبالغة، كانت تحفة. وعملنا كمية كبيرة، دي تاني كمية، وكان في كمية غير دي. وطبعا الولاد اللي بعمله عجبتهم خالص وكانوا بياكلوها وانا بعمل كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.